السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يعني هنتكلم على ليلة ماتش الأهلي والزمالك. قبل ما نتكلم الأول يعني عندنا نقطتين. أول حاجة هنتكلم على قرعة بتاعة دوري أبطال أفريقيا. تاني حاجة هنتكلم على الماتش وإيه الشكل اللي لازم الأهلي يعمله بكرة، وإيه الحاجات اللي لازم اللعيبة يعني تنفذها في أرض الملعب. أول حاجة نتكلم على القرعة ويعتبر يعني كان تلات أرباع الناس أو معظمهم يعني يعتبر كانوا متوقعين نفس التوقع، الأهلي هيقع مع الهلال. وبرضه يعني معظم الناس شايفة إن الهلال يعتبر هو يعني أسهل من الترجي، وأسهل من صن داونز، وأسهل من الأندية دي يعني. بس هو الفكرة نفسها، والترجي يعني أسهل من الترجي أيوة والجيش الملكي. بس أنت تيجي تبص برضه من ناحية تانية هتلاقي إن الهلال عمل يعني دور مجموعات كان كويس. وبرضه إن النادي ده يعتبر يعني المواجهة بتاعته بتبقى رخمة، مش بتبقى رخمة يعني في أرض الملعب، لأ هي بتبقى رخمة من الحاجات اللي بتحصل بره الملعب، النوش، الحوارات، الكلام بتاع المسؤولين، وانت يا اهلي مدلل الكاف والهري ده كله يعني. بس اهم حاجة انك الماتش ده يعني انت ما تستسهلوش يعني، لا يعني انت المفروض تدي الفرقة دي يعني تدي لها كامل احترامها، تدي لها انها خصم ليك ما تستهترش بيه. لا هو يعني ادى دور مجموعات كويس. ف فيعني الماتش يعني هو مش سهل أوي، بس يعني فخ بمعنى أصح. بس الأهلي بإذن الله يقدر يعدي، وبعدها يلعب الكسبان ما بين من الترجي وصن داونز. وكويس إن الاتنين أصلا هيلعبوا بعض، أو إنك تخلص من واحد فيهم، وبإذن الله نخلص منه صن داونز يعني. بس هي مش ناقصة يعني إنك تلعبني 3 العصر، والأجواء اللي أنت ما بتلعبش حد فيها في الكوكب إلا أنا دي. فنخلص منه بدري بدري بإذن الله، والترجي يكسب والأهلي يكسب. نيجي بقى نتكلم على الماتش. بس قبل ما نتكلم على التشكيل بتاع بكرة يعني وكده، والشكل اللي هيبدأ بيه الأهلي، نتكلم على الآخر بتاع 3 ماتشات. منهم ماتش الدوري اللي الأهلي كان خسران فيه. أنت هتلاقي إن الأهلي كان نازل بثقة زايدة قوي، وهتلاقي الأهلي كان نازل بشكل اللي هو يعني واثق في الفوز 100%. وده اللي أدى يعني إن الزمالك خد منك الماتش. فهي الثقة ازاي، وبرضه نفس الموضوع في ماتش السوبر الأفريقي. فانت هتيجي تبص ان قبل الماتشين يعتبر دول كنت هتلاقي ان انك كنت نازل قبلها انك لا عادي هتنزل وتكسب الزمالك سكور، وفي ثقة زايدة عند اللعيبة واستهتار. لا هو ده في الكورة، الكورة ما فيهاش كبير عامة يعني. حتى لو الخصم اللي قدامك مستواه واقع، الماتشات دي ما بيبقاش ليها حسابات. يعني ممكن اصلا فريق ظروف ماتش يعني بتخدمه، لما يلاقي مثلا الخصم بتاعه بيضيع كتير وكده، كرة واحدة ممكن يخلص الماتش. وده يعني المفروض اللي نستغله بكرة، ان الفرص من بدري بدري تخلص الماتش وتجيب الجون والتاني، انك تحسم الماتش وتريح الدنيا. وتخلص، ما تكررش الغلط بتاع السوبر ولا الغلط بتاع ماتش الدوري. يعني لازم يبقى الشكل احسن. لازم انك اي فرصة ليك اللي هي اكنها الفرصة دي مش هتجيلك تاني، تتعامل معاها كأنها كده وتخلص الماتش والدنيا بدري بدري. نيجي للتشكيل. أتوقع يعني اللي هو هيبقى يعتبر زي التشكيل اللي فات. باستثناء باستثناء أكرم هيلعب يعني مصطفى العش تاني مكانه، فهيبقى يعني تشكيل الشناوي قدامه ربيعة ومصطفى العش، أتوقع بنسبة 90%. ده يعني نسبة كبيرة يعني. محمد هاني باك يمين. باك شمال يبدأ هيبدأ بكريم. وهيفضل ما بين كريم أو كوكا. بس أنا أتوقع اللي هو هيبدأ بكوكا يعني، عشان يعني بيخدمه في حتة الجانب الدفاعي شوية. لأنه في الدفاع بيبقى ملتزم زيادة يعني عن كريم الدبيس. فيبقى قدام في خط النص. أتوقع برضه هيبقى مروان. والبديهي يعني، أو الطبيعي إنك تبدأ بأحمد رضا. ما اشوفش بقى حته بقى انك تلعب بكريم نيدفيد ولا هي مش ناقصه والله بالله عليك يا عم كولر. يعني ابدا بشكل كويس، ابدا بشكل تخلص الماتش، ابدا بشكل طبيعي عشان يعني التشكيل يبقى حلو. هيبقى قدامهم امام وحسين الشحات
ومحمد عبد الله اتوقع نسبة كبيرة. او ممكن يحصل مفاجأة ونلاقي بن شرقي موجود يعني في تشكيلة، بس ما اتوقعش يعني اللي هو يعني اكيد ممكن مثلا يديله ينزل بديل مثلا ولا حاجة في بداية الشوط التاني. قدامهم وهنا بقى ممكن يكون هنا المشكلة جراديشار ولا وسام. اتوقع يعني بنسبة كبيرة هيبقى زي التشكيل بتاع الماتش اللي فات، هيبدأ يعني بجراديشار. ده تشكيل اللي انا اتوقعه يعني. بس يعني جايز يبقى ده نفس التشكيلة، وممكن يبقى فيه اختلافات تانية. ممكن نلاقي عادي كولر بيلعب اتنين مهاجمين، او بيلعب مثلا ببن شرقي اساسي. فنشوف يعني بإذن الله الأهلي يقدر يكسب بكرة. بس أهم حاجة اللعيبة تنزل اللي هي يعني ما يبقاش في استهتار. تخلص الماتش، تخلص من أنصاف الفرص، تستغل بدري بدري، خصوصا إن في فجوات كتيرة في دفاع الزمالك. وده شفناه في ماتش بتروجيت الأخير واللي قبل بتروجيت كمان، حتى مباراة الجونة اللي كانوا كسبانين فيها 4-1 دي. يعني بيبقى فيه يعني في الجوانب الدفاعية كتير يعني. ولازم برضو نستغل عند الزمالك، يعتبر المفتاح بتاعهم بنتايج بيعمل عرضيات او بيزيد بالكرة بشكل كويس وبيصنع فرص. فاحنا نقفل برضو الحتة دي ونركز برضو على الجوانب الدفاعية بتاعتنا اللي برضو بيبقى فيها ساعات خلل كده وسرحان من اللعيبة. كل الدعم للنادي الأهلي، وبإذن الله يبقى المكسب بإذن الله يعني يبقى فيه شكل وأداء ونتيجة. السلام عليكم.